السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن ماتش زيسكو الزامبي والزمالك المصري. الحمد لله المباراة خلصت بفوز الزمالك 1-0. طبعا المباراة كانت تكريمية للكابتن محمد صبري اللي بندعوله بالرحمة وربنا يغفر ليه وربنا يصبر أهله بإذن الله ويصبرنا جميعا. بدأت المباراة بضغط من نادي الزمالك. المباراة كانت كويسة أوي في البداية. الزمالك الشوط الأول نقدر نقول إن هو عامل اللي عليه بنسبة كبيرة أوي. كان الزمالك بيأدي المطلوب منه، بيضغط من قدام، حاول قد ما يقدر ان هو يجيب الجون، وكان باين أوي ان في تعليمات من احمد عبد الرؤوف بكده. لكن المشكلة كانت في الشوط التاني بصراحة. بان أوي التأثير البدني على الزمالك، وبان أوي ان في مشكلة بدنية بيعاني منها الزمالك، وكمان المشكلة دي وضحت اكتر بعد اصابة دونجا اللي خد انذار في الشوط الاول. برضو يعني انذار بصراحة ملوش لازمة، لان هو تقدر تقول كده ان هو برضو لجمه شوية في المباراة. اكيد اثر عليه في الماتش عامة. بعد كده طبعا خرج مصاب، نتمنى له الشفاء، واعتقد ان هو هيقعد فترة طويلة، يعني هيقعد مثلا حوالي شهر او شهرين، لان في كلام ان هي اصابة في الركبة. الحاجة الملحوظة في الزمالك بصراحة ان ضياع الكور. يمكن نقدر نقول ان هو ضيع كرة سهلة في الشوط الاول من احمد شريف اللي من وجهة نظري هو في مشكلة صغيرة، ان هو لازم يدخل للعمق اكتر من كده. هو مش لاعب وينج، ودي بيتقابله مشكلة لما بيلعب هو وفتوح مع بعض، لان فتوح كتير اوي بيدخل عشان يزيد في نص الملعب، فلما احمد شريف بيدخل ما بيبقاش في حد على الطرف بره. نفس المشكلة ساعات كانت بتحصل الناحية التانية، بس بدرجة أقل شوية، إن عمر جابر يعني ملتزم بالخط أكتر شوية من فتوح. بس طبعا بزيرة بيدخل على طول لجوه، والأفضل أصلا إن بزيرة هو اللي يدخل لجوه كتير، لأن ده هيعمل ليه خطورة أكتر يعني، بعكس لما بيستلم بره أو بعيد عن منطقة 18 بيبقى قدامه كتير لعيبة أوي، وسهل أوي إن أنت توقفه يعني في الوقت ده. طبعا الزمالك سجل له هدف سيف الجزيري اللي حاليا هو الهداف التاريخي للعيبة الأفارقة بنادي الزمالك. رقم كبير طبعا لسيف، وحاجة هتخلي على أحمد عبد الرؤوف إن هو لازم يختار مين المهاجم الأول للفريق. شفنا الفترة اللي فاتت كان هو بيبدأ عمرو الناصر ما كانش موفق، وشفنا يانيك فيريرا كان بيبدأ بعدي الدباغ. عدي كان كويس بس ما بيسجلش كتير، جيد جدا في الضغط بس التسجيل هو أقل شوية. فهنشوف الفترة الجاية مين هيكون المهاجم الأساسي لنادي الزمالك. طبعا في برضه عايز اتكلم عن ان عبد الله سعيد يقعد دكة في الماتش. بصراحة ما عجبتنيش. عبد الله سعيد 40 سنة، بس عبد الله سعيد هو يعتبر اللاعب الوحيد اللي في نادي الزمالك المايسترو اللي بيقدر يحرك اللعب، واللي بيبدأ لك الهجمة من تحت. عبد الله طول ما هو على الدايرة جنبه مثلا دونجا او جنبه شحاتة بيقدر ان هو يطلع لك بالهجمة بسهولة شوية عن ما يبقى مش موجود. محمد شحاتة هو لعيب بوكس تو بوكس، مش كويس اوي ان هو اللي يخترق اوي لقدام او ان هو يزيد زيادة اوي، لا هو بوكس تو بوكس هتستفيد منه احسن من ان انت تحوله لعيب رقم 6 او ان انت تستخدمه في مهام هجومية زيادة عن اللزوم. اعتقد ان هو لو لعب على الدايرة لو لعب بوكس تو بوكس هيكون ده افضل مكان ليه. طبعا بالنسبة برضو عايز اتكلم في نقطة كده فنية شوية، هي ان الزمالك لازم مع احمد عبد الرؤوف يحدد يعني اسلوب اللعب. هل احنا هنلعب على التحولات ولا هنلعب بنظام الاستحواذ؟ لان واضح اوي ان الزمالك في حتة لخبطة كده شوية. بنشوف في كتير من الاوقات الكرة بتروح لفتوح مع عبد الله، فبتلاقي في باصات وفي استحواذ. فجأة بتروح مثلا لشيكوبانزا بتلاقي في جري مرة واحدة او لعب على المرتدات او التحولات. نفس الحكاية بتحصل برضو، ان الموضوع ده مش بيخلي الزمالك بنسبة كبيرة قوي يمسك الكورة. لو انت هتلعب على التحولات فانت برضو محتاج ان انت تبقى بترتد بسرعة، لان الزمالك مش بيرجع بسرعة، فبتلاقي في كور ياما قوي تلاقي 3 لعيبة على 3 لعيبة، فدي بتعمل خطورة. فانا من وجهة نظري ان لازم احمد عبد الرؤوف قبل ما يحدد اي حاجة لازم ان هو يحدد طريقة اللعب قبل حتى ما يحدد او استراتيجية اللعب، يعني عامة قبل ما يحدد حتى اسامي اللعبة اللي هتدخل. لا لازم احنا نشوف احنا هنبدأ اصلا هنعمل ايه في الماتش. هل احنا عايزين نستحوذ على الكورة ولا عايزين نلعب على التحولات؟ من وجهة نظري برضو بالنسبة لحراسة المرمى عواد، هل انت هتكمل بعواد ولا هترجع صبحي تاني؟ لان صبحي هو اللي كان بيلعب مع فريرة. انا شايف بصراحة ان هو مينفعش واحد فيهم يتركن، لازم ممكن صبحي يلعب في الدوري مثلا وعواد في الكونفدرالية، ومهدي ممكن ياخد السوبر الكاس او الرابطة.
يعني الحاجات دي اعتقد ان هو التلاتة بصراحة مستوياتهم قريبة او مفهومش واحد اللي هو واو قوي وواحد مثلا واقع، لا التلاتة مستوياتهم معقولة، واعتقد ان هو لازم يستغل الموضوع ده. بس تقريبا دي الحاجة، يمكن اكتر حاجة كانت ملفتة في الماتش شوية ان هي الوقوع البدني للزمالك في الشوط التاني. اتمنى بصراحة ان حاجة زي دي يتم تداركها، لان دي كانت نفس المشكلة اللي كانت مع ينيك فيريرا واللي كانت بتأثر على الزمالك في معظم الماتشات، ان احنا بنبدأ كويس بنسجل وبعد كده الخصم بيرجع علينا في المباراة. في النهاية اتمنى الفيديو يعجبكم والسلام عليكم.